من أقوال مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث يقول: كل جليات له داود، لا تخف من الباطل أن ينتشر أو ينتصر، إن الباطل لابد أن يهزم أمام صمود الحق مهما طال به الزمن، وكل جليات له داود ينتظره وينتصر باسم رب الجنود. احنا داخلين نتكلم في موضوع مهم جدا في منتهى الغاية ومنتهى الأهمية، وهيوضح لنا كيفية تعامل البطرك الجالس على كرسي ماري مرقس من ناحيتنا، من ناحية الشعب، من ناحية المجمع المقدس، من ناحية الأساقفة، من ناحية كل الناس اللي حواليه. هو إنسان بيحب ياخد قرارات فردية وملهوش دعوة خالص بالمجمع المقدس، وقد يكون المجمع المقدس كم أسقف هو مختارهم حواليه، واللي مش عاجبه يطلع. زي بالظبط الأنبا بنيامين لما ما عجبهوش ترك المجمع، وقبل كده الأنبا أغاثون ما عجبهوش ترك المجمع، وهو ما بيهموش أي حد، ما بيهمهوش غير كلمته بس. وأنا قبل كده وضحت لكم لما قال أنا البطرك، أنا الجالس على كرسي ماري مرقس، أنا البابا، أنا كل شيء. وطبعا انا مش عايزه اقول اكتر من كده، وضحت في كذا حلقه التناقضات بتاعته ومستمر في التناقضات دي. المهم في الشهر الجاري قد تشكلت لجنه للبحث عن موضوع الاساقفه اللي هم المستبعدين من عام 2013، حيث بدات فعاليات اللجنه الساعه 11 كانت الصبح وتستمر متاخرا. تم تعديل قوانين جديدة تخص الآباء الرهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودي مشكلة لأنه كان عايز يدخل الأسقف متياس في اللجنة، وفعلا تأكيد حصل بجدير الذكر قد أسقف متياس أن يكون عضوا في لجنة الرهبنة المنعقدة 3 أيام، يعني دخلوا اللجنة اللي قعدت 3 أيام. وبرضو عمل حاجة تانية، الأنبا متياس راح عمل إيه؟ عمل القداس الإلهي داخل دير الأنبا أبو سيفين بكرير. فيعني ازاي يعمل حاجة زي كده وهو مفروض ولا يعلم ولا يعظ ولا ياخد الأسقفية، ملهوش أي حاجة. ومع ذلك هو كسر، ودايما زي ما هو بيعمل الايه الحاجات الفرديه. وبرده مع الذكر انا كنت عايزه اقول تمهيد لعوده الاسقف ماتياس. عمل ايه؟ منذ عام 2020 كان هناك ظهور مكثف للاسقف ماتياس، فقد زار الانبا بولا وتقابل مع الانبا دانيال في البحر الاحمر، وهو مقرر لجنه الايمان، وحضر الاحتفال، وزار ايضا سملوط، وكان اول المتحدثين في احتفاليه اللي هي اقيمت لشهداء ليبيا، وبدايه تحدثه كواعظ بالمخالفه لقرار المجمع المقدس. احنا دايما نقول اي شيء المجمع المقدس يعمله لازم ينعقد مجمع مقدس اخر علشان يلغي اول قرار، وطبعا اللي حطه البابا شنودة محدش يقدر يلغيه غير برضو مجمع مقدس ويبقى ليه على اساس وشروط. وده كان بداية تحدثه كواعظ بالمخالفة لقرار المجمع المقدس بمنعه عن التعليم. هنتكلم عن أخطاء الأسقف ماتياس. أول حاجة بدأ باتجاه فكر بروتستانتي. بمعنى إيه فكر بروتستانتي؟ بيقول إن الخلاص مرتبط بالإيمان فقط لا غير، وده اللي بيقولوه البروتستانت، آمن وسوف تخلص. عمرهم ما اتكلموا عن أكتر من الإيمان والأعمال، زي ما اتقال في يعقوب الرسول: أريني إيمانك بأعمالك وأنا أريك أعمالي بإيماني. تاني نقطة، إيمانه ومعتقداته تختلف عن العقيدة الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية. يصنف كنيستنا بأوصاف غير لائقة، وإنه لا يوجد عمل للروح القدس ولا حكمة. أنا عايزة أقول لك حاجة يا أنبا متياس، فعلا أنت عندك حق، لا يوجد عمل روح القدس ولا حكمة في الأيام اللي احنا فيها، مش في أيام البابا شنودة، في الأيام اللي احنا فيها. دايما بينتقد دائما السلام لكم اللي هي إيريني باسي بالقداس الإلهي، وإن الكنيسة سطحية في صلواتها. عايز يقول إيه تاني؟ كان يرفض صلاة الترحيم في القداس، ويقول إن الزواج التاني ما بيسريش عليه الروح القدس،
وكان شتاما في إحدى عظاته، قال إن 99% من المؤمنين قرود والباقي بيشاور نفسه. وكان يستهين بالكهنوت وبالرهبنة لما قال هخلع، عايزين نخلع العمة أخلقها، عايزين نخلع الجلابية أخلعها، فما بيهتمش ولا بده ولا بده، وبيضرب عرض الحائط بالكهنوت وبالرهبنة. واستهانك أيضا بالكتاب المقدس عندما قال إيه؟ لو الكتاب المقدس ده عبارة عن ورق، لو عايزيني أرميه في الأرض وأدوس عليه بجزمتي لأن ليس له أي قيمة. وأنا على فكرة كل كلمة بقولها هنزل لكم فيديو توثيقي علشان تعرفوا الكلام ده ان احنا مش بنتهمه بيه، ان هو فعلا قاله من فمه. ودلوقتي هنزل لكم القطعة من التسجيل بصوته اللي بيقول فيها إن البلد فيها 99% قرود والباقي بيشاور نفسه. خليكم معانا، هنزل لكم الفيديو حالا للتوثيق. أتذكر وأنا شاب زيكم جانا متكلم في قنا من القاهرة، ومتكلم بقى مشهور وداعيينه وحاجزين له في قطر النوم، وكانت التذكرة ب 11 جنيه وشغلانة طويلة. ب 11 جنيه ده في الستينات طبعا، خدت بالكم؟ وجاء وصل لحد قنا المتكلم المحترم، واكتشفنا ان هو مريض نفسيا. على طول واحنا قاعدين كده كشباب قلنا يا ابونا ده، قلنا له ده انسان مريض مش مظبوط. ايه يا اولاد؟ قلنا له يا ابونا ده مريض، طالما بيقلد شخصيه تبقى شخصيته مالها؟ غير سويه. انت جاي تعلم ولا جاي تقلد؟ هو احنا ناقصين قرود في البلد؟ ما البلد كلها يعني 99% قرود. هو احنا ناقصين قرود في البلد؟ ما البلد كلها يعني 99% قرود، يعني 99% قرود والباقي بيشاور نفسه. ابدا كتير. اللهم هو تفتكر مصر فيها 40 مليون حمار. اللهم هو تفتكر مصر فيها 40 مليون حمار. فالموت والموات الذي نعيشه مسكين الكنيسة انعكس عليها، فقيلت أنها كنيسة مائتة. قيل ويقال عنه أن الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة متحجرة فصل، كنيسة تقوقعت حول نفسها وماتت في ألحان ميتة وفي طقوس ميتة. قالوا عننا كده، وبيني وبينكم مش كذابين الناس. تعالوا اتفرجوا، ده انتوا يمكن شوية منشنشين. طب نروح لكنيسة تانية ما مش هتلتقوا حاجة، حتى الألحان اللي انتوا حافظينها ما بتتقالش، حتى ربع التهليل اللي انتوا هللتوه مش موجود. بل صرنا قذر ووسخ في عينين الخارجين والداخلين. بل صرنا قذر ووسخ في عينين الخارجين والداخلين. وما هو هذا الأسقف المبتدع إلا صورة من جورج بيباوي ومتى المسكين، الذين يعتمدون في كلامهم على إهانة الشعب وإهانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. متكلم من قنا، يا سلام، انت بقى بتتهزأ بالمتكلم من قنا وبتستهزأ بيه وتقول عليه قرد، وعلى طول يقولك عليه ان هو مريض نفسي وهو كان شاب. يعني من وانت شاب بتتريق على الناس اللي بتيجي تعلمك، ومادام بيقلد شخصية يبقى هو غير سوي. ازاي ده احنا عايشين في القرن ال21 كلنا بنقلد بعض، الناس كلها بتقلد بعض، وفي فنانين كبار بيقلدوا وبنروح لهم ندفع لهم مبالغ عشان نتفرج عليهم. بس هو علشان يقلد لك ويوصل لك كلمة ربنا باسلوب بسيط تقول عليه ان هو قرد، وبعدين يجي يقول احنا ناقصين البلد فيها 99% من كنت في كنيسة الصبح، مش كنيستنا القبطية، كنيسة انجليكانية، وانتوا عارفين انا راجل اوبن مايند، بحب اشوف كنايس كتيرة واخد بركة كل الناس وكل الكنايس. كنت في كنيسة الصبح، مش كنيستنا القبطية، كنيسة انجليكانية، وانتوا عارفين انا راجل اوبن مايند، بحب اشوف كنايس كتيرة واخد بركة كل الناس وكل الكنايس. كان يذكر عليه ان هو الاسقف المبتدع، الا انه مراية من جورج بيباوي ومتى المسكين، ويقول ايضا انه open mind. ايه هو بقى الاوبن ماين اللي انا بضحك عليه؟ يعني عنده
open mind بالفرنساوي يعني l'esprit ouvert. open mind بالإنجليزي l'esprit ouvert بالفرنساوي، وده عايز يقولك إن هو راجل متفتح، إن عنده عقلية متفتحة. إزاي يعني؟ طب أنا هقول لكم حاجة، أنا بحب الرقص، أدخل أرقص في الكنيسة وأقول إن أنا open mind؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ أنا عمري ما شفت فعلا كهنة بالأسلوب ده، حاجة تكسف إن أنا أطلع أقول أنا راجل open mind. يا سلام يا سلام، يا حلاوتكم يا جمالكم، بأمانة انتوا عار على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفعلا احنا خلاص في نهاية العالم، واللي احنا فيه ده استشهاد، مش لازم بالدم، احنا مستشهدين بقلوبنا وبأفكارنا وبعقلنا وبتشتت. فين من ربنا؟ هتروحوا فين من ربنا؟ ويفتخر بنفسه إنه هكذا، ويصلي مع الأنجليكان الهراطقة الذين يؤمنون بزواج المثليين، وبيقول لك الكهنوت يبقى للمرأة، ويصلوا على الحيوانات جوه الكنيسة، وتعدد مش عارف ايه. بصراحة أنا كنت عاملة برضو حلقة على الأنجليكان وإزاي البطرك راح صلى معاهم. الظاهر إن البطرك دلوقتي هو أب لكل هرطوقي. أنا أسفة وأعتذر أمام كل اللي بيسمعوني إن أنا أقول الكلمة دي، لأن هو بيمحي ناس من على من رتبهم، مثل الكهنوت. في كهنة اترموا برا، في أساقفة اترموا برا، في أسقف شالوا عشان صحته. أنا طبعا مش هتكلم في المواضيع دي دلوقتي، لكن عايزة أقول إن هو دايما بيشجع الهراطقة. وخلي بالكم في موضوع عمله اللي هو خلاني أقول إن ده إرهاب فكري، زي ما ماشي هنا الأسقف بتاع فرنسا اللي هو اسمه مارك، برضو بالإرهاب الفكري. جه مرة يقول ولادكم اللي في الشارع دول مشروع شهيد. إيه رأيكم في مشروع شهيد لطفل؟ هل ده حقيقي؟ اللي يقول مشروع شهيد يبقى هو بن لادن. خلي بالكم، هو إرهابي شوية الأسقف، واسلوبه يروح عامل ايه؟ يعمل مصيبه، ويروح مطلع اشاعه يخلي الناس تمشك في الاشاعه وتنسى المصيبه. البطرك عمل ايه؟ هفكركم بحاجتين عملهم. يوم الاختفاء العالمي بتاع البطرك ال118 راح عمل ايه؟ راح قال ان انا اختفيت، وخلى الشيطان الاسود الاسقف دانيال بتاع المعادي يعين الانبا مكار، الاسقف مكار الهرطوقي، ويمشي الانبا بيه من لجنه الايمان والعقيده. هل ده ينفع؟ وبعدين توت سويت عمل ايه؟ حالا عمل ايه؟ راح قال ده البابا اختفى، مش موجود. الناس نسيوا المصيبه اللي اتعملت وماسكين ان البطرك اختفى. برضو نفس الحكايه مع لما مضى مع فرانسيس، ودلوقتي فرانسيس عيان، وهو برضو بيقول لك ان انا عيان، عندي مش التاني عنده حمى وهو عنده العصب السابع. يا جماعه بلاش تستهانوا بينا. انت دلوقتي مدخل الاسقف متياس عشان الناس تنسى الاسقف متياس، طلعت بتاع قرار باباوي ان انت عيان وعندك العصب السابع عشان الناس تنسى المصيبه اللي اتعملت، وازاي انت تدخله في مجمع المقدس براي فردي، و ننسى الموضوع ده. فنعمل ايه؟ يا صلوا لقداسة البابا، يا قومك بالسلامه يا قداسة البابا. طبعا لو انت فعلا عيان، او لو قداستك عيان، انا بتمنى من كل قلبي الشفاء، لان الا الشماتة في العيا او المرض. لكن اللي انا شايفاه اللي انت بتعمله ده ارهاب. على العموم انا هوريكم مقتطفات من فيديوهات بصوت الاسقف متياس، وقد ايه بيشتم في الشعب، وقد ايه بيوضح لكم العقيدة بتاعته والإيمان بتاعه واستهزاؤه بالكتاب المقدس وبالكهنوت وبكل شيء، وانه يقول لك بس آمن وتخلص. وكأن شيطانا يتحدث على لسانه، فكان قرار عزله هو القرار الحكيم. صور القرار وما ورد فيه، وقد أثبت صوتا وصورة حتى يعلم الجميع أن آباؤنا كانوا صائبين في أحكامهم. أتظن أن السماء غافلة عن ما تفعله في كنيسة الله؟ واهم أنت وواهمونهم أعوانك.
أنكم ستنالون من كنيسة الله الحي، لأن حارسها هو رب الجنود، والرب يقاوم المستكبرين بفكر قلوبهم. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. وكان دائما السفر ويملك منزل بأمريكا وحساب كبير جدا في البنوك بتاعت أمريكا. عندما كان يخدم في أمريكا كأسقف أيضا، قام 22 كاهن من 27 كاهن في الأسقفية وأرسلوا شكاوى لقداسة البابا شنودة المعظم ضده وضد تعاليمه وضد أسلوبه ومعاملاته ولهجته. ما كانش إنسان أبدا يذكر عليه أنه مسيحي. وعندما شعر أنه سوف يسأل أمام المجمع المقدس، أرسل استقالته من منصب الأسقفية إلى البابا شنودة يوم 22/4 سنة 2005. والنهارده بقى طبعا الايام اللي احنا شفناها اللي فاتت دي ال3 ايام المجمع، فوجئنا بان البطرك بيقدموا ليشارك في المجمع في جلسات المجمع المقدس مرة أخرى من غير أي توضيح أو بيان للشعب من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طبعا اللي ذكرنا اسمه الشيطان دانيال. أنا أسفة أن أنا بقول كده لأن ده عمل أشياء كتيرة فوق الشيطانية، ولذلك أنا ذاكراه أو بقول عليه الشيطان الأسود. غموض عجيب وقرار فردي كما تعودنا من البطرك انه دايما يعمل قرارات فرديه، زي ما خلى جورج بيباوي يتناول وده كان فردي ما كانش ليه اي قرار، وبكل ثقه طلع يقول مش مهم، انا اللي هتحاسب، انتوا مالكمش دعوه، انا القرار، انا البابا. طيب احنا سايبين السماء هتتكلم وهتتكلم قريب. الان لا يوجد الا القرارات الفرديه والتهاون مع المبتدعين والهراطقة المهرطقين في حق الإيمان والكنيسة، بل وكيف كسرت الذئاب الخاطفة وكيف كسرت الأجراء في الكنيسة المسيح اللي هو فداها بدمه. يا للأسف يا للأسف فعلا لما الكنيسة قالت هناك ذئاب خاطفة، هناك ذئاب خاطفة سوف تجيء لكم بحملان. خلي فعلا عينيكم مفتوحة وبلاش تقولوا لي الجلابية السوداء، لأن الجلابية السوداء هي اللي من الذئاب الخاطفة اللي لابسة الجلابية السوداء اللي بتنهش في لحم المسيح. طبعا أنا هتكلم معاكم دلوقتي عن تاريخ الأنبا متياس. تاريخ الأنبا متياس سيما أسقفا للمحلة الكبرى وتوابعها سنة 18/6 سنة 1989. تخرج من كلية الزراعة، والبابا شنودة الثالث جعله يخدم في منطقة تكساس بأمريكا بعد أن ظل راهبا 12 سنة بدير السوريان. أنا أسفة تاني إن هو طلع من دير السوريان، لأن دير السوريان طلع منه قديسين، بس مع الأسف في شوية كده أفراد خرجوا من هذا الدير حقيقي نقمة على الكنيسة ونقمة على الدير ونقمة على الرهبان. اجتمع المجمع المقدس في جلسة 18/6/2005 برئاسة المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث وحضور 78 من الآباء المطارنة والأساقفة، وأخذوا قرار بعدما قدمت لجنة شؤون الإبروشيات تقريرها وتوصياتها بوقف الأنبا متياس الأساس طبقا لبنود اللائحة الخاصة بالمجمع المقدس، وهي المادة 12 من اللائحة. فيها سوى المجمع المقدس نفسه إذا تغيرت الأسباب التي أصدر حكمة بناء عليها. يعني لو المجمع المقدس أصدر أي جنس شيء لازم مجمع مقدس تاني يقوم وينعقد ويلغي أو يتمم. وهو في 2013 اترفض برضو من المجمع المقدس للمرة الثانية. هنا السؤال بقى، هل المستقيل يسمح له أن يرجع مرة أخرى إلى الأبروشية المحلة وما زال الكرسي خالي إلى هذا اليوم؟
حيث سيم الأنبا أغناطيوس المتواجد حاليا لإدارة أمور الأبروشية. فده سؤال طارح نفسه، وطبعا زي ما احنا متعودين ان ده قرار فردي، والبطرك ملهوش دعوة ولا بالكنيسة ولا بأي شيء، هو ولا بالمجمع ولا بأي إنسان، اللي بيعمله في دماغه بيمشيه. وده إذا كان بيدل، سامحوني، عندنا أسقف باريس بنفس الأسلوب، ما بيهموش الشعب وأنا والطوفان، وإن جه الطوفان حط الشعب فرنسا تحت رجليك. وهي دي الآية اللي احنا ماشيين عليها هنا في فرنسا. وهنشوف دلوقتي فيديو ما قاله البابا شنودة عن هذا القرار، واللي يعتبر كل من يكسر هذا الحرمان يكون محروم مثله. هنسمع مع فيديو دلوقتي قداسة البابا شنودة بيقول ايه. يعيد الأسقف متياس الموقوف تعليميا ورعويا وإداريا. فما رأي قداسة البابا شنودة في هذا الأمر؟ مجموعة خدام بمصر الجديدة يقولون لنا بصراحة إن كل اللي أوقفهم البابا شنودة هنرجعهم تاني للكنيسة والوعظ بعد حاجة تاني كده. وللأسف يا سيدنا أحد الآباء الأساقفة صرح بهذا وسمعناه كلنا، فتركنا الكنيسة حزانة على مستقبل. اللي يمنعوا البابا شنودة ما يقدرش يحل واحد تاني، وإلا يبقى محروم معاه. فاهمين يعني ايه الكلام ده؟ واحنا ايضا ما بنوقفش اشخاص الا لان ليهم تعليم خاطئ لا يتفق مع العقيدة. فاذا جاء واحد حللهم مع بقاء تعليمهم الخاطئ يبقى مدان معهم بنفس الحكم، يبقى مدان معهم بنفس الحكم. يبقى كده يعتبر ان البابا تودرس محروم على فم البابا شنودة، وجلوسك على كرسي ماري مرقس غير شرعي امام المتنيح البابا شنودة وامام السماء. يعني كده نيافتك ما انتش بطرك شرعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فم قداسة البابا شنودة الثالث، ولكن أفكار الأسقف متياس غير مرغوب فيها. وبكده أوضحنا لكم كيفية كسر قوانين الكنيسة من البطرك 118. مش أنا اللي وضعها، اللي وضعها القانون الكنسي، الديسقولية، الآباء الرسل، والبابا شنودة أهو قالها لنا في تسجيل. فالبابا تودرس عمره ما احترم قوانين المجمع المقدس أو أخذ أي قرار، وربنا يرحمنا ويعطيله النعمة للتوبة وإن يقدر يوصل للملكوت. وطبعا بعد الموت ما فيش فرصة تاني للتوبة. ربنا يرحمنا ويسترها على كنيستنا، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأتمنى أراكم في حلقة قادمة. شكرا وإلى اللقاء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.